تخيل معايا كده انك ممكن تلبس نظارة تشوف بيها كل حاجة قدام عينيك من غير ما تمسك الموبايل، خرايط، رسائل، كاميرا، ارقام الناس اللي انت عايز تكلمهم، كل ده من غير ما تمسك الموبايل. في 2013 لما شركة جوجل اطلقت جوجل جلاس، ده كان حلم. التكنولوجيا اللي كانت فيها كانت سابقة عصرها وكانت حقيقية، بس المشكلة ان الناس ما كانتش مستعدة ليها. شكل النظارة كان غريب وملفت، الكاميرا بتسجل من غير اذن، فده خلى بعض الناس تقلق، وما كانش في سبب واضح وقوي يخلي المستخدم العادي يشتريها. وبعد كل الضجة اللي حصلت وقتها على النظارة دي، المشروع وقف في اقل من سنتين. فللاسف على عكس ما بيروج ليه ودايما اللي بتسمعه من الناس، وهو ان الابتكار مش دايما معناه نجاح. اوقات الفكرة بتكون عظيمة بس السوق مش جاهز والمجتمع مش متقبل الفكرة دي. فلو جات لك فكرة مشروع او حتى مهارة انت جاي تتعلمها جديد، اسأل نفسك الاول: هل الناس محتاجة ده دلوقتي؟ هل اللي حواليك فاهمين قيمة اللي انت بتعمله؟ هل الوقت مناسب ولا انت سابقهم بخطوة كبيرة؟ ساعات النجاح مش انك تكون الاول، النجاح هو انك توصل للمكان الصح في الوقت الصح بالطريقة الصح.